ماشية في حالها ومروحة بيتها بعد ما خلصت الدرس بتاعها بعد يوم طويل من الدراسة والدروس الخصوصية. البنت دي اسمها جودي سامح العربي، عندها 16 سنة وطالبة في سنة أولى ثانوي. اتعرضت لموقف صعب وصادم على أي بنت. يعني ايه تبقي ماشية في الشارع في حالك ويطلع عليكي واحد ما تعرفيهوش؟ هو مين أصلاً؟ ويشدك من شعرك وينزل فيكي ضرب بدون أي سبب. الشاب ده عنده 20 سنة، ماشي في أحد أكبر وأشهر شوارع حي الشربية بمحافظة القاهرة. وكانت الطالبة دي وهي مقيمة في منطقة الزاوية البلد ماشية بالصدفة في نفس المكان بعد انتهاء الدرس بتاعها، وهي راجعة بيتها حوالي الساعة 10 بالليل. اتفاجئت بالشاب ده قطع الطريق فجأة وقرب منها وشدها من شعرها بشكل عنيف قوي. البنت فكرت في البداية إنه حرامي وعايز يسرق شنطتها أو تليفونها، فحاولت في البداية مقاومته إلى إنه قام بضربها على وشها وطرحها أرضاً وسط ذهول المرة. تليفون البنت وقع على الأرض وهي بتوطي تجيبه، نزل فيها ضرب برجله كمان وهي في حالة ذهول تام، وخاصة إنها ما تعرفش الشاب ده وأول مرة تشوفه ومفيش بينهم أي سابق معرفة. الناس في الشارع اتلمت والبعض حاول يعتدي عليه دفاعاً عن البنت دي، لكنه هرب من المكان. الأهالي اتصلت بضابط المباحث المقدم طارق مدحت رئيس وحدة مباحث الشربية، اللي اتحرك فوراً وأمر بتشكيل فريق بحث وأمر بضبط الجاني وأرسل أمين شرطة يعاين الموقع. كمان الكاميرات اللي موجودة في الشارع. الشاب في الوقت ده كان هرب من المنطقة واستقر في مدينة نصر، وبالبحث والتحري تم ضبطه واقتياده لديوان عام اسم الشربية، وتم تحرير محضر رقم 6098/2025 باسم الشربية وتوقيع الكشف الطبي على الفتاة بمستشفى شبرا العام، وأثبت التقرير إصابتها بكدمات في مختلف أنحاء جسدها. وتم عرض الجاني على النيابة العامة وما زالت الواقعة قيد التحقيق.